غياب محمد السادس عن تشجيع منتخب بلاده في مونديال قطر أثار الكثير من الشكوك حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك، رغم بلوغ أسود الأطلس المرحلة النصف نهائية. ملك المخزن لم يظهر سوى في لقطات قليلة وقصيرة بأحد شوارع الرباط للاحتفال بالتأهل. صورة أخرى غير مألوفة للملك. الواقع وحده كفيل بالكشف عن أسباب اختفاء محمد السادس عن مساندة المنتخب المغربي. الملك الذي لم يعد يحكم لم يعد يغامر بمغادرة المغرب أو منتجعه لأسباب صحية واضحة، وخاصة لأسباب سياسية. الوضع في المملكة هو الأكثر تفجراً. مشاهد الابتهاج بكل انتصار لأسود الأطلس لم تحدث إلا في شوارع قليلة من الرباط والدار البيضاء. المغاربة الذين يعانون من الجوع والبرد والذين يستعدون اليوم لمظاهرات حاشدة يفكرون بأمور أخرى أكثر أهمية من المونديال. السبب الآخر الذي جعل العائلة المالكة المغربية بارزة بغيابها في قطر هو الحضور القوي للألوان الفلسطينية في مدرجات الملاعب. لاعبو المغرب كانوا يلتقطون صورا جماعية لهم مع العلم الفلسطيني، الأمر الذي أغضب الوصاية الإسرائيلية على المغرب. هذا المشهد يمثل أكبر دليل على أن الشعب المغربي يرفض التطبيع بشكل قاطع. الملك وحاشيته كانوا خائفين من ردة فعل المدرجات، وقبل كل شيء كانت تل أبيب قد نصحتهم بتجنب رحلة محفوفة بالمخاطر إلى قطر. في النهاية تسببت كأس العالم هذه التي حققت نجاحا تاما هو الأفضل إلى مزيد من الإحباط للملك والمخزن. دزاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.